اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا صبر لنا على البلاء، ولا قوة لنا على الفقر، فلا تحجب عنا رزقنا بذنوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة بقى هعمل لكم حاجة جميلة كل ولادنا بتحبها، هي طبعا المقرمشات والشيبسي والحاجات الجميلة دي. هعمل الدوريتوس بطريقة سهلة وبسيطة جدا وبمكون واحد فقط، وهو العيش السوري. طبعا انا عملت قبل كده العيش السوري في حلقات تانية من القناة بتاعتنا، لو تحبي ترجعي له، سهل وبسيط جدا. اول حاجة هتجيبي العيش السوري هتفرديه، وبعدين هبدأ ان انا اطبقه كده رول زي ما انتوا شايفين بالظبط، وبعدين هقصه الى قطع متساوية عشان يديني نفس شكل الدوريتوس اللي هو المثلث هنبدأ نعمله مع بعض. وهجيب اول طرفين من العيش عشان هم دول طبعا قد بعض، وهبدأ ان انا اخدهم بزاوية زاوية مثلث كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ من الزاوية كده بميل عشان يديني شكل المثلث بالظبط. هنا هنجرب تاني نفس الطريقة في باقي العيش اللي احنا قصيناه. هنا لازم يكون العيش السوري سميك شوية، ما يكونش رقيق عشان يديكي نتيجة كويسة للدوريتوس. وهنا بفرد كل كمية العيش اللي احنا قصيناها من العيش السوري. هبدأ ان انا اقص كده بالمقص زي ما انتوا شايفين، زاوية كده شوية ميل، وهاجي عند الزاوية اللي تحت وهقص، وهاجي من الزاوية اللي فوق وهعمل شكل المثلث. سهلة وبسيطة ومش متعبة ولا حاجة، وهيتعمل معاكي في ثواني. انا حبيت ان انا اجمع لك كل الكمية فوق بعض عشان ما ياخدش منك وقت. بعد كده افك طبعا العيش من بعضه زي ما انتوا شايفين، واداني شكل المثلث اللي هو الدوريتوس اللي احنا بنجيبه من بره. طريقة سهلة وجميلة ومفيدة، طبعا ما فيهاش مواد حافظة ولا اي حاجة مضرة لاولادنا. هنا بحاول ان انا افكه من بعضه علشان ما يبقاش لازق العيش في بعضيه. هفرطه كده زي ما انتوا شايفين. هنا بشوف الزيت بتاعي سخن ولا لسه. طبعا مش هخليه درجة حرارة عالية قوي، تبقى متوسطة علشان ما يتحرقش معايا بسرعة، لان ده عيش خفيف. وانا هضيف العيش بتاعنا طبعا لازم افكه من بعض وانا بضيفه، ما ينفعش ارمي كل الكمية مع بعض. وهبدأ ان انا اقلب فيه، هفضل الف فيه كده بالكبشة او بالمعلقة زي ما تحبي علشان كله ياخد لون واحد. ما تسيبوش طبعا على النار فترة علشان ما تبقاش واحدة متحمرة وواحدة لا. وهنا وصل معايا للون الجميل الاصفر زي ما انتوا شايفين بالظبط. هبدأ اشيل الكمية دي وهضيف كمية تانية. طريقة سهلة وجميلة وان شاء الله هتعجبكم كلكم. وطبعا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. هقلب فيه كده لحد ما يديني اللون الاصفر الجميل اللي هو كلنا بنحبه في الدوريتوس. وهنا خد اللون معايا الاصفر زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. لازم اصفيه كويس من الزيت. خلصت كل الكمية وهبدأ اضيفه للاطباق بتاعتي، وهضيف عليه الطعم اللي انا بحبه او الاولاد بيحبوه. انا عندي هنا توابل اللي كنت بضيفها للبطاطس، هحطها كده في مصفى ناعمة، وهبدأ ان انا ارشها عليه من فوق علشان كله ياخد نفس الطعم. نضفت كمية قليلة في الاول، وبعدين هضيف باقي الكمية وهرش عليها نفس الطعم الجميل. وهنا هضيف طعم الجبنة اللي كلنا بنحبه. الأطعمة دي كلها بتقدري تجيبيها من أي عطار عندك متوفرة يعني. وبكده هيكون خلص معانا الدوريتوس. شكله جميل وطعمه أجمل ومقرمش جدا، وإن شاء الله هيعجبكم كلكم. وهنا بوريكي بصي مقرمش معايا، مش طري ولا حاجة، ده مقرمش وجميل جدا وعجب كل الولاد وعجبنا احنا برضو. وبألف هنا وشفا.
حاجة جميلة ومضمونة، وبتعمليها بايدك للاولاد، مفيهاش اي حاجة مضرة ليهم. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وشكرا جدا ليكم، وطبعا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانظر إلينا بعين الإحسان في جميع أمورنا، فبفضلك اللهم استغنينا، وبجودك يا ربنا أصبحنا وأمسينا.